ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة نعمل بقى النهاردة مكرونة بالسجق تحفة. معانا بقى هنا بصلة كبيرة كده متقطعة شرايح كده او جناحات، ومعانا هنا فلفل، ومعانا وحدتين سجق. مش عندك سجق حطي قطعة بانيه، مش عندك قطعة بانيه عندك شوية لحمة مفرومة حطي، مش عندك ما تحطيش اصلا يعني. ومعانا هنا طماطم. هنجيب بقى حلة كده نخليها تسخن قوي ونحط فيها شوية زيت، ونقطع بقى السجق ونروح حاطينه اول ما يكون بس الزيت معاكي سخن، ونروح نازلين بالسجق على طول يتشمع بس كده ويقفل المسام بتاعته. وبعد كده ننزل بقى بالبصل والفلفل، ننزل بقى بالبصل والفلفل. مش عايزاهم ياخدوا لون، بس يتبلوا بس سنة بسيطة. يلا بقى اعملوا اللايك ومتابعوا القناة وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. هنشوحهم بس تشويحتين كده بسيطة وننزل بص بالشكل ده، وننزل بقى بالطماطم او بالقوطة يعني بتاع حوالي، انا حاطه بتاع حوالي نص كيلو قوطه. معانا بقى معلقه ملح كبيره ورشه فلفل اسمر، مش عايزه احط كتير عشان السجق بيبقى فيه توابل، وشويه شطه، ومعانا مرق دجاج، وهنحط معلقه سكر صغيره ومعلقه صلصه صغيره. هنقلبهم بس تقلبتين، مش عايزه الصلصه تتسبك معايا قوي، غلوتين بس اللي هي لونها بس يبقى احمر كده شويه. وهنزل بقى بالمكرونه، بس دقت بقى الصلصه لقيتها دلع سنه فروحت حاطه لها نص معلقه كمان. وبعدين عشان المكرونه فلازم نخلي الصلصه تبقى حادقه شويه عشان تعادل طعم المكرونه. نزلنا بقى كده بالمكرونه، وهنزود بقى عليها بتاع حوالي كوبايه ميه سخنه. ليه ميه سخنه؟ عشان احنا طبعا هنسوي المكرونه في الصلصه، والصلصه مش هينفع تبقى اكتر من كده عشان ما تبقاش تقيله قوي. هنقلبهم بقى مع بعض ونسيبهم يستووا. كل دقيقتين كده قلبيها، هي مش هتاخد كتير اصلا. اول ما تبدا تغلي معاكي روحي موطيه خالص وغطي بقى عليها. بصوا كده هي كده قربت، بس لسه هي لسه عايزه تاكل. شكلها عامل ازاي؟ جميله يا جماعه، تحفه، لازم تجربوها بصراحه. اللي ما جربش المكرونه اللي هي بتستوي في الصلصه او اللي شبيهه للمبكبكه تحفه. كده بقى هي خلاص خلصت تمام كده خلاص. هنطفي بقى عليها ونبدا بقى نغرفها. بس عايزه اقول لكم بس على حاجه، المكرونه ما تتاكلش الا سخنه. لو حد عندك لسه مثلا ما جاش ولا كده، شيلي الصلصه بالحاجه وبعد كده اول ما يجي حطي له بقى المكرونه على طول، عشان ما بتتاكلش بصراحه الا سخنه. تحفه يا جماعه، جميله جدا والله طعمها وريحتها بصوا بقى كل مكرونه كده هتحسي، عارفه انت بتاكلي حتى المكرونه تحسي هي شاربه من الصلصه، مستويه في الصلصه، فلازم تبقى طعمها حلو قوي. وماسكه بقى كل واحده ولا مكسره ولا اي حاجه. طول ما انت بتابعيها خلاص مش هتتكسر معاكي ولا هتبقى معجنه ولا اي حاجه خالص. هتاخد قد ايه؟ بتاع حوالي 7 دقايق بالظبط. 7 دقايق واطفي عليها. اول ما تبدا تغلي روحي موطيه. بصوا جميله ازاي، فظيعه. وزي ما قلت لكم اللي مش عنده ولا لحمه ولا فراخ ولا سجق، انا عن نفسي بعملها كده برضك، بحط البصل والفلفل وابدا اشوحهم وانزل بالطماطم، بتبقى جميله قوي، تحفه جدا.